احنا لازم نسيب بعض. انا تعبت، بقالي 20 سنة معاكي. احنا لازم نسيب بعض. انا مضيع كل مرتبي عليكي. كل ما اشوف بوكس شاورما نازل جديد بروح اشتريكي. احنا وصلنا لنهاية الطريق، بس مش هينفع نوصل لنهاية الطريق قبل ما ناكل، فانا بفكر نجيب فتة شاورما. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم. كم مرة وقفت قدام مطعم وماسك المنيو ومش عارف تجيب أكل إيه؟ كم مرة بتاكل مع صاحبك لأجل اللمة الحلوة بس؟ كم مرة فرتكت مرتبك على شوية أكل أنت بتاكله كل يوم؟ بس يا ترى ده اللي بيحصل أصلا؟ خليني كده بس في الأول أحكي لك على حاجة. سنة 2011 وبالتحديد بعد اندلاع الأحداث السورية بدأت مصر تستقبل عدد كبير جدا من إخواتنا السوريين، وبطبيعة الحال بدأت مصر هنا تتأثر بثقافة جديدة جاية عليها، وطبعا لأننا شعب بنحب الأكل وبيحب يضرب فول وفلافل كل يوم حتى لو بيفرتك القولون. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كلب يا خسيس. اول حاجه واكتر حاجه اتاثر بيها الشعب المصري الاكل، بس احنا كمصريين ما اتاثرناش بالموضوع ده عشان مثلا احنا شعب مختلف، بس لان دي فطره جوه الانسان. فكره ان انت تقف قدام مطعم وتمسك المنيو كل مره بتختار نفس الوجبه، دي حاجه بتحصل مع الناس كلها. كونك اللي انت مفرتك مرتبك كله على البيتزا وعلى الفراخ الكريسبي، دي مش حاجه حصريه ليك. حسب احصائيات في امريكا، الامريكان بيصرفوا حوالي 50 مليار دولار على الوجبات السريعه بس. 1200 دولار بيصرفها المواطن الامريكي بس على الوجبات السريعه. انت متخيل الرقم؟ الارقام دي بس لو صرفت على الاكل على مستوى العالم كله مش هيبقى فيه مجاعه لمده 3 سنين. بس عارف، مفيش دخان من غير نار، واكيد في سبب للهبل اللي بيحصل ده. زمان الانسان القديم عشان كان يقدر ان هو يلاقي اكل كان لازم ياخد رمح ويطلع بره عشان يقدر يصطاد حيوان يقدر ان هو ياكله. كان الموضوع متعب وصعب، بس كان لازم الانسان يشبع غريزه الجوع اللي جواه. لكن مع مرور الوقت الموضوع اتطور وبقى اسهل بكتير. الحصول على الاكل بقى اكتر اريحيه. تجوع تنزل عند البقال 2 اندومي خلاص اتعشت على كده. فالمهم ان الانسان دماغه اتطورت وبقى المخ بيختار للانسان اكل فيه سعرات حراريه اكتر عشان الجسم يقدر يخزنها ويبتدي ان هو يحرقها. يعني موضوع حبك للاندومي الصدق طبعا غصب عنك يا معلم. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشك. حاجه كمان وليها علاقه بالتسويق، اللي هو اصلا عباره ان انت بتلبي رغبات العميل على قد امكانياته الماديه. الدماغ بتحب اللون الاحمر جدا، ومجرد ما تشوف اللون الاحمر ضغط الدم بيبتدي يزيد وقلبك يدق بسرعه وشهيتك تزيد وتزيد، واول ما تشوف المكرونه النجريسكو قدامك تتهبل عليها. وعلى فكره اللون الاصفر برده ليه نفس التاثير، واكبر دليل على كده الراجل بتاع ماكدونالدز، شوف اللبس بتاعه لونه ايه. شكل الاعلان برده ورصه الاكل ليها عامل كبير. اهم حاجه في الاعلان ان هو يجذب الجمهور عشان يشتري الوجبه دي. وبعيدا بقى عن موضوع الالوان ده، خليني كده احطه قدام عينيك دلوقتي اعلان لساندوتش همبرجر وقول لي حسيت بايه. في اللحظه اللي انت بتشوف فيها الصوره دي، حتى لو انت لسه متغدي، جسمك افرز هرمون اسمه الدوبامين، واللي هيخليك مبسوط وعايز تاكل، زي الناس اللي هي كل ما بتفرح بتبقى عايزه تاكل. بس انا يعني بلا فخر انا فرحان باكل وزعلان باكل. المهم موضوع الهرمون ده بيلعب عليه اغلب شركات الوجبات السريعه عشان يخليك متسربع وعايز تشتري الوجبه دي، حتى لو من جواك عارف ان هم مضخمينها بس في الاعلان مش اكتر. وبيتفننوا في ان هم يصوروا الاكل بطريقه تبين ان الاكل ضخم جدا وفي نفس الوقت هي رخيصه وعلى قد الايد. وبعيدا بقى عن جسم الانسان، في مقوله بتقول ان اللي يجي بالساهل بيروح بالساهل، والمقوله دي متفصله على الوجبات السريعه. خليني اقول لك ازاي. تخيل كده لو انت واقف قدام مطعم فاضي ومفيش اي حد فيه غيرك، تقدر تقول لي حسيت بايه دلوقتي؟ طبيعي هتحس بملل ومش هتكون متحمس قوي للاكل. تخيل بقى اللي انت واقف في نفس المطعم والدنيا زحمه موت والاكل جالك بس بصعوبه قوي، دلوقتي بقى هتحس ان الاكل حلو وجميل ومفيش احلى من كده. وده سبب كافي يخلي الانسان يجري على الوجبات السريعه. فكره ان هي بتيجي بصعوبه دي حافز نفسي كبير جدا للانسان ان هو يشتريها اصلا، والحاجه لما تزيد صعوبتها بتزيد طعمتها. سبب كمان اكتشفته دراسه علم الاعصاب ان الاكل السريع اللي مليان بهارات كتير ده بيلزق في دماغك اكتر، وكل مره بتاكل نفس الوجبه هترجع لك ذكريات سعيده وكانك بتاكلها لاول مره في حياتك. اخر سبب هقوله لك من ضمن اسباب كتيره جدا موجوده تحت في المصادر، انزل بص عليها، ان الكسل عليه عامل كبير جدا في الموضوع. ما هو معلش يعني وانا راجع من شغلي تعبان، اللي يخليني اقعد اعمل اكل؟ ما انا انزل في المطعم اللي تحت بيتي واخبط لي اي سندوتش وهشبع. يعني اللي عايز اقوله لك ان كسلك ده موديك انت ومرتبك في داهيه.
وبعيدا بقى عن الاسباب انا عندي ليك خبرين، خبر حلو والخبر التاني وحش. خلينا بس نبدا بالحلو الاول. لا مش هناكل مهلبيه، انا هقول لك حاجه بجد، مفيش حاجه اسمها اكل وحش، مفيش حاجه اسمها اكل وحش، مفيش حاجه اسمها الاكل ده هيضرك لو انت كلت منه، الا لو الدكتور منهك عنه، بعد الشر عليك يعني. طيب يا عم ده الخبر الحلو، فين بقى الخبر الوحش؟ انجز عايزين ناكل. بص مفيش خبر وحش ولا حاجه، انا بس عايز اقول لك حاجه، اي شيء في الدنيا طالما زاد عن حده طبيعي هينقلب لضده. الفكره ان الوجبات السريعه او الفاست فود مليانه عناصر جسمك محتاجها فعلا، بس مش معنى كده ان احنا نحف فيها مثلا حاجات زي الملح والصوديوم والكوليسترول والدهون المشبعه، والحاجات دي لو زادت جوه جسمك على المدى البعيد بتضرك، تعمل لك بقى مشاكل في القلب، تعمل لك مشاكل في الدم وانت ورزقك. حاجه كمان عايز اقول لك عليها، اغلبنا لما بيجي يجيب اكل من بره لازم يشرب جنبيه حاجه ساقعه. البيبسي جنب الشاورما احلى بكتير من الميه وانت عطشان. الموضوع ده بيتعب الجسم بس بعدين، واصلا السكريات في المياه الغازيه لا هتفيدك ولا هتضرك ولا هتشبعك، بالعكس دي بتفتح الشهيه اكتر، ومش هتهضم 4 شاورما. حط نفسك كده مكان الكنزايه نازل تهضم 7 شاورما، صدقني انا لو اعرف اقول لك. وبعيدا بقى عن الاسباب، حاجه كده مهمه انا عايز اتكلم معاك فيها، هي مشكله وكلنا بيعاني منها. انا باختصار ما اقدرش ان انا ابطل اكل من الشارع، انا طول النهار شغال وظروف شغلي بتحكم ان انا غدايا يبقى بره، وكل شويه يتقال لي لو جعت هات لك خيار وهات لك جزر وانت هتشبع. انا لو عملت كده اصلا هقع من طولي، واصلا ما عنديش وقت ان انا اقف في المطبخ بالليل واقعد اطبخ. بص خلينا نكون صراحين، علميا الاكل الهيلثي هو ده الصح ليك، بس جسمنا مش هيستحمله في الاول، وبغض النظر بقى عن الرجيم والدايت والحاجات اللي احنا مش بنقرب لها دي اصلا، ولازم تلاقي حل للموضوع ده. وهقول لك ليه لازم تلاقي حل. كتر السعرات الحراريه في الاكل بيأثر بالسلب على القلب والضغط، وبيأثر كمان على الخصوبه، وبيأثر على الجلد وعلى الشعر والضوافر. معلش انا خضيتك بس انا هقول لك الحل. رقم 1، لو انت بتاكل سلطه كتير حاول ما تتبلهاش، يعني مش لازم تحط عليها زبادي وتوميه وكده، حاول تاكل سلطه عادي شويه خضار متقطع ومحطوطين في طبق واحد. رقم 2، بدل المايونيز اطلب خردل او كاتشب عادي، هيديلك برده طعم حلو مع الاكل. رقم 3، الاكل الجاهز هو مملح خلقه، الاكل اللي بيتحط قدامك مش محتاج كميه الملح اللي انت بتحطها عليه، قلبك هيشتمك بعدين. رقم 4 ودي مهمه، بلاش افتراء، بلاش باكت بطاطس من الكبير، بلاش فتة شاورما 7 اكس لارج، كل اللي انت عايزه بس بالعقل. الشاورما الميديم هتشبعك بالظبط زي الشاورما ال8 متر. رقم 5 وخلي بالك منها كويس، ما تتغرش بالعروض، ما تتغرش بالعروض. خلي بالك هو بيعمل لك العرض بالشكل ده عشان يجيب رجلك تشتري، ولو يعني حكمت وجبت عرض كبير عازم صحابك عليه كله، يعني بلاش بخ. اخر حاجه حاول ان انت تزود خضار في الاكل بتاعك. في النهايه انا عايز اقول لك كلمتين، الاكل حلو وجميل والاكل مسلي وكفيل ان هو يخرجك من اي مود سلبي، ولما تلاقي حد كاتب على النت السعاده في الشاورما صدقه. وخلي بالك الموضوع مش رفع وطخ، مش عشان واحد تخين يبقى كل اكله من بره، ولا عشان واحد رفيع يبقى اكله كله صحي. الاكل نعمه من نعم ربنا علينا لازم نشكره عليها، ومش هنكدب على بعض وهنقول ان احنا هنبطل اكل من بره. حتى لو نجحت في ده هيجيلك برضه يوم وهتضعف، بس يعني على الاقل بنحاول. صحيح المطاعم مصدر رزق الناس كتير، بس ما نخليش الاكل مصدر اذى لينا. لو عجبتك الحلقه اشترك في القناه واستنى الحلقات الجديده، وامانه عليك لو جبت فتة شاورما ابقى افتكرني. اشوفك في الحلقه الجايه، شكرا.